السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حكايات كورة. كلنا دايما في الدنيا بنبص على المشهد الاخير، لكن ما بنشوفش كواليسه وتعبه. كلنا طبعا شفنا محمد صلاح ملك البريمير ليج وليفربول، كان ما اهتمناش نشوفه وهو بيركب بالاربع مواصلات عشان يوصل لتمرينه في المقاولين. ساعات كمان لما كان بيوصل بدري كان بينام على الرصيف لغاية لما التمرين يبدأ. عشان كده النهارده هنتكلم عن واحدة من اجمل قصص النجاح والصعود في الكورة. بس قبل ما نبدأ اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان الحلقة الجاية هنتكلم عن مرموش. محمد صلاح اللي اتولد في سنة 1992 في قرية نجريج في الغربية. صلاح زي أي طفل مصري كان عنده شغف بالكورة، فبدأ اللي هو يلعب مع أصحابه في الشارع. رغم موهبته اللي ظهرت، لكن محدش كان يتخيل إن الولد الصغير ده هيبقى من أفضل لعيبة العالم. صلاح بدأ مشواره في فريق الناشئين في نادي المقاولين العرب، ودي كانت بداية الطريق. وكان كل يوم بيحاول يثبت نفسه في الملعب أكتر عشان يطلع للدوري الممتاز حيث الأضواء والشهرة. لكن التحديات كانت موجودة قدامه من البداية، وصلاح اتكلم عن الفترة دي وقال كان بيركب 4 مواصلات عشان يوصل من نجريج لتمرينه في المقاولين، وكمان لما كان بيحب ياكل كان بيجيب طبق كشري ويحط عليه شطة زيادة عشان الفلوس اللي معاه تقضي أكل ومواصلات. كنت باخد من ابويا 20 جنيه كل يوم، فالمواصلات كانت كلها بتاعت اروح القاهرة وارجع 19 جنيه او 18 ونص، بيتبقى معايا جنيه، فانا عايز اكل وانا راجع، فبجيب طبق كشري بجنيه، كان صغير قوي هو ده وقتها يعني، لحد الان تقريبا مش شغال، بس بجنيه صغير خالص، واملاه شطه واحط شويه دقه عليه واكله عشان اشبع. وفي 2010 صلاح كان عنده ساعتها 18 سنة وتصعد للفريق الأول للمقاولين، ودي كانت البداية الحقيقية لصلاح. وكده صلاح حقق أول خطوة حلم بيها، وإن هو يلعب في الدوري الممتاز، وساعتها بدأ يظهر ويلفت الأنظار ناحيته. وكان أول هدف يجيبه في الدوري الممتاز كان قدام الأهلي. وموسم 2012 صلاح كان بيشارك بشكل كبير مع المقاولين، وكان بيقدم معاهم اداء عالي، وده خلاه ينضم للمنتخب لاول مره رغم ظروف فريقه في الدوري. وفي السنه دي حصل على افضل لاعب صاعد في افريقيا، وبدات العروض الاوروبيه تجيله، ومن بوابه بازل السويسري دخل محمد صلاح عالم الاحتراف، ودي كانت بدايه دخوله في الاجواء الاوروبيه. وبازل كانت تعتبر محطه مهمه في مسيرته، وباتريني اتعرض للنجم المصري. وبعد الاداء اللي عمله مع بازل في سنه 2013 وحصل على افضل لاعب في الدوري السويسري، جاله عرض من البريمير ليج افضل دوري في العالم، وانتقل صلاح للدوري الانجليزي وتحديدا لنادي تشيلسي. لكن الحقيقه ان الدنيا ما كانتش احسن حاجه، وما كانتش ماشيه معاه للاسف، وكان محتاج شويه وقت عشان يتاقلم مع الجو الجديد. وبعد موسم للنسيان لمحمد صلاح مع تشيلسي، والمفروض هنا لو حد غير صلاح كان راجع على مصر دغري زي كتير من اللاعبين المصريه اللي احترفت، لكن عقليه محمد صلاح غير. قرر يروح لدوري اقل شويه عشان يطور من نفسه اكتر، وهو الدوري الايطالي. فراح نادي فيورنتينا ومنها لنادي روما. في روما محمد صلاح انفجر حرفيا، عمل اداء كبير معاهم وسجل اهداف عالميه. لعب مع روما موسمين من سنه 2015 لسنه 2017، ولعب خلالهم 83 ماتش، سجل فيهم 34 جول وصنع 22 هدف. وبعد التألق الكبير مع روما، صلاح يقرر يرجع البريمير ليج من جديد، الدوري اللي مشى منه وهو مكسور الجناح مع تشيلسي. هيقرر يرجع الدوري الانجليزي ويحط عليه 1-1، بس المره دي من بوابه الريدز ليفربول اللي تعاقد معاه من 2017 ولحد دلوقتي كله تاريخ. ومع ليفربول صلاح وصل لليفل الوحش في المستوى والارقام. في الدوري الانجليزي مع ليفربول لعب 272 ماتش، سجل فيهم 174 جول وصنع 76. وكمان في دوري الابطال لعب 73 ماتش وسجل فيهم 45 جول، غير ان هو اخذ هداف الدوري الانجليزي 3 مرات، 2017 و2018 و2021. وكمان في 2021 اخذ افضل صانع العاب، وحقق البالون دور الافريقي مرتين ورا بعض 2017 و2018. وكمان من ناحيه البطولات فهو حقق الدوري الانجليزي بعد غياب 30 سنه عن الريد. 2019 حقق معاهم دوري الابطال اللي هم ما اخدوش من 2005 قدام الميلان. وعلى فكره كنت متكلم عن النهائي ده في حلقه قبل كده، هسيب لكم لينكها في الوصف. وكمان كاس السوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه. لكن الاهم من كل ده ان هو الهام لملايين من الشباب في مصر وفي الوطن العربي. قصه صلاح مش مجرد قصه لاعب كوره وخلاص، عشان كلنا محتاجين جوانا صلاح صغير عزيمته واصراره، وواحد مش شايف الا حلمه قدامه بعيدا عن اي صعوبات بتقابله، فهو مش بيعلق شماعات. محمد صلاح اللي خرج من قريه نجريج واحتل الدوري الانجليزي بفنه، فحضرتك مهما تختلف او تتفق معاه فهو هيفضل اسطوره مصريه وقصه نجاح عظيمه. الراجل اللي علمنا ان النجاح ملوش حدود ومفيش حاجه اسمها مستحيل. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان قلت لك الحلقه الجايه عندنا مرموش، وهسيب لكم في الوصف لينك فيه بقيه الحلقات من سلسله الحكايات. واشوفكم على الف خير الحد الجاي. كان معاكم اخوكم مروان ميزه، وسلام.